امبارح في الدقيقه 94 ليفربول كسبان 3-2، وهجمه جايه من بورنموث نص الملعب، جت الكره لسوبوسلاي بيطفشها برجله اليمين ويرفعها بالونيه في السماء عشان على بال ما تنزل يكون الجون خدها او يلعبها للمدافع، يكون الحكم صفر والماتش خلص وكسبوا 3-2. محمد صلاح ما يسكتش، يجري على الكوره ويسبق المدافع اللي قبل منه اللي هو اقرب للكوره، اللي اصغر منه بسبع 8 سنين، وياخد الكوره ويميل بيها على البوكس ويحطها على رجله اليمين، يزيد مدافع تاني مع المدافع الاولاني بتاع بورنموث ويقفوا قدامه يهزهم هزتين، واول ما يفتح مجال التصويب يشوط برجله اليمين وطق جون. انهي عقليه دي اللي تعمل كده يا جماعه؟ انهي لعيب مهاري اللي بيعمل الكلام دوت؟ مين اللعيب اللي بيجيب جون من هجمه مش موجوده؟ مفيش فرصه اصلا، مفيش هجمه ملعوبه، مفيش هجمه مبنيه، من لا شيء بيجيب جون. بيلعب بعقله قبل رجله، وتملي محمد صلاح بيغير اي ماتش بصناعه او بهدف في اقل من ثانيه، وعشان كده محمد صلاح هو الاساسي وما بيتغيرش، وتروح اللعيبه وتيجي اللعيبه عليه ومحمد صلاح ما بيطلعش من الملعب. ليه؟ لانه هو بيغير الماتش في اقل من ثانيه بجون او صناعه وخلص الكلام. انا اتفاجئت بالهدف امبارح، كنت متوقع ان هو هيجيب جون، ولحد دي 94 بصراحه كنت قلت ها يعني خلاص الحكم هيصف. برضه كسفني وخلاني اقول ان محمد صلاح طول ما انا قاعد بتفرج عليه لو غلط في الكور كلها ومستواه كان تحت الصفر ممكن في ثانيه الا ثانيه يجيب جون ويخلص الماتش. امبارح الجون رقم 10 اللي هو بيحط نفسه بيه الهداف التاريخي في العالم كله، اللي جاب 10 تجوان في الافتتاحيات الدوري الانجليزي. ارقام بتتضرب، مطوشه بتتغير نتيجتها في ثانيه الا ثانيه، هجمات من لا شيء بتتحول لجون، وتيجي ناس يعني انا اسف على قدهم ويقول لك اصل محمد صلاح يعني برضه على قده مش قد كده ومش مهاري وما بيعرفش يرقص وسرعته قلت وكبر في السن. وانا عايز اقول لهم يعني بلح. دي كانت اشاده لمحمد صلاح، وكان معاكم ميدو الصباغ، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش فولو ولايك. اشوفكم على خير. السلام عليكم.